عباس، الحين انا اسالك سؤال ثاني. اوكي. انت في حياتك وش تطمح اليه؟ وش تبى تكون من المستقبل يعني؟ أبغى أشوف شو واحد حمد يسقط ويصير مثلا هذا المشيمع القائد، واحنا نروح ليه ونساعده ونكون تحته. هذا الشيء غصبا علينا، واللي ما يبغى يسوي هالشيء اكو عندك كل الدول. البحرين هني صاروا المشيمع القائد كلمته واحده ما تتغير. شلون يعني يصير القائد؟ يعني يقول انا بسالك سؤال بالعقلانيه عباس، بالعقل. كيف الحين دوله عندها طيارات وعندها اسلحه وعندها جيش، يجي القائد يصير المشيمع، كيف يصير؟ مو عليك انت لين سقطنا حمد. كيف تسقطه؟ انسخطه، شوف ما انسخطه. تسقطه بمخلوقه؟ لان الله يانا نسخطه وغصبا علينا ما يرضى. الله موجود ونعرف ان الله موجود وهذا الله كلام. يانا والحسين ويانا شيعة علي احنا. زين بالسقط حمد. شيعة علي السقطه سقط ابوه لجوبه. انا اسالك سؤال، لا تقول لي السقطه بويش؟ انسخطه الله يانا علي يانا. بويش؟ ما عليك انت، عندنا مناسبات، عندنا حجاره، عندنا كل شيء. مناسبات؟ ما انت مسيل دموع ما توقف ليه؟ ما ياكل باقي؟ في شيء ضده كمام. زين بكم بهد عليك مسيل دموع بتقعد في الكمام؟ كم يعني؟ مو زين نقدر نتنفس خبزين. ما عليه نتنفس فيه، بس انا اسالك سؤال، كيف مشيمع يصير ملك البلاد؟ كيف بالعقل؟ في جيش، في قوه. انت مو راضي بهالكلام، لان مو راضي بهالكلام الحين تروح تذكره تروح لندن، الامارات، عندك كل الدول. انت تتحكي عن البحرين، انت مو بحريني انت بالاساس. اي لا مو انت بلدك فوقنا في ايران. زين ولا تنفخ روحك علينا، واذا انت مو عاجبك انك تديره روح ايران. مكان ما ولدوك. ايران تاج على راسه. ايران انت يا اخوك هالشنشني هذا.